في عيادة صغيرة في نص القاهرة. بنت قاعدة قدام دكتورة نفسية بتحكي له عن أول مرة حد قال لها أنتِ جميلة، وأول مرة صدقت الكلمة دي فعلاً، قبل ما تكتشف إن الجملة دي كانت أول خطوة في أكبر وجع في حياتها. تعالوا نسمع سوا إيه اللي حصل بالظبط. إزيك يا أمنية؟ تحبي تبدأي منين؟ مش عارفة يا دكتور، بس يمكن من بدري قوي، من وأنا صغيرة. طيب احكيلي. كنت دايما بسمع الناس تقولي إني مناخيري كبيرة وإني شكلي مش لطيف، بس بابا كان دايما يقولي أنتي أحلى بنات الدنيا أمنة. كان بيحبني بطريقة مش عادية، ولما مات كل حاجة اتغيرت. يعني من ساعتها بدأ الإحساس إنك مش مقبولة. أيوة، حتى ماما كانت على طول تقولي خلاص يا بنتي اتأخرتي، الناس بتتكلم، أي راجل محترم يجي يتجوزيه وخلاص. بس أنا ما كنتش عارفة أتعامل، كنت بحس إني أقل من البنات التانية، ولا بعرف ألبس ولا أعرف أتكلم بثقة. طب جربتي ترتبطي قبل كده؟ لأ، محدش كان بيقرب أصلا، لحد ما ظهر مهاب. هو كان مختلف، أو على الأقل أنا كنت فاكرة كده. مختلف إزاي؟ كان بيتكلم عن الروح والوعي والحب النظيف. كان دايما يقولي إنه بيحب عقلي وإن الشكل مش مهم. وبعدين فجأة بدأ يقولي إن جسمي عاجبه وإنه مش قادر يمنع نفسه. وإنتي؟ كنت متوترة، بس حسيت إن دي أول مرة حد يشوفني ست. ما كنتش عايزة أخسره، فكنت بسيب القبور تمشي. بس هو كان عارف هو بيعمل إيه، كان عايز يوصل لحتة معينة، وفعلا حصل. وبعدها اختفى، ولا تليفون ولا رسالة ولا أي حاجة. دورت عليه لحد ما عرفت إنه متجوز وعنده عيال. ولما كلمت مراته قالت لي بمنتهى البرود عارفة هو بيحب يلعب شوية مع البنات الصغيرة الهبلة، بس في الآخر بيرجع لي أنا. وإحساسك وقتها إني ولا حاجة، وكنت عايزة أختفي. تمام يا أمنية، هنوقف لحد هنا النهاردة. المرة الجاية نحاول نفهم إزاي رجعتي تقفي على رجليكي تاني. ماشي؟ ماشي، بس لو ينفع المرة الجاية النور يبقى مطفي، مش عايزة حد يشوفني. بعد ما خرجت أمنية من عيادة الدكتور في أول جلسة، كانت ماشية في الشارع ووشها في الأرض، كأنها خايفة الناس تشوفها، أو يمكن خايفة تشوف نفسها. كل كلمة حكتها كانت تقيلة، مليانة وجع السنين اللي فاتت، السنين اللي فيها كل نظرة رفض، وكل مرة قالت فيها أنا مش حلوة. بس اللي ما قالتهوش جوه العيادة هو اللي كان أصعب، الليلة اللي قررت فيها إنها تمشي وما ترجعش. النهاردة هنسمع الحكاية اللي بدأت بعد السقوط، لما الوجع بقى أكبر من الاحتمال، ولما أمنية لأول مرة حاولت تهرب من الدنيا كلها. أمنية، المرة اللي فاتت وقفنا لما قلتي إنك كنتي عايزة تختفي. تحبي نحكي عن الفترة دي؟ أنا فاكرة اليوم ده كويس. كنت قافلة على نفسي في الأوضة، مش قادرة أتنفس. كل حاجة كانت عاملة دوشة في دماغي. كل كلمة قالها مهاب كانت بتتكرر في ودني. زي إيه مثلا؟ قال لي أنا مش زي الباقيين، أنا بحب الروح مش الجسد. وبعدين لما أخد اللي هو عايزه اختفى. ساعتها حسيت إن مفيش أمل. حاولتي تأذي نفسك؟ أيوة، بلعت شوية حبوب، بس أختي لحقتني. بعدها دخلت مصحة. تحبي تحكيلي عن الفترة دي؟ كانت غريبة، مكان هادي،
الناس كلها مكسورة بطريقتها، بس هناك محدش بيحكم عليكي. كنت بحس إن هما شايفيني إنسانة مش شكل. وده فرق معاكي؟ في الأول حسيت إني في أمان، بس لما خرجت الدنيا رجعت زي ما كانت. الناس نفس النظرات، نفس الأسئلة، نفس الضغط. ماما أول ما شافتني قالت لي: ما خلاص يا بنتي بقى، نبدأ نفكر في الجواز تاني. كأنها ولا كأن حصل حاجة. بالظبط، كأن مفيش حاجة اسمها وجع. بس أنا كنت عايشة كل يوم وأنا مش فاهمة أنا ليه هنا أصلاً. ولما بصيتي في المراية أول مرة بعد المصحة شفتي إيه؟ شفت واحدة مش عارفاها، وشي هو بس عيني فيها حاجة اتكسرت، زي ما تكون روحي اتثابت جوه المصحة ومرجعتش معايا. عارفة، اللي حصل ما ينقصش منك. انتي اتأذيتي بس ما انتهيتيش. المرة الجاية عايزة أسمع منك عن أول مرة حاولتي ترجعي تعيشي تاني، ماشي؟ هحاول يا دكتور، بس أنا مش متأكدة إني لسه عايزة أعيش. كلنا بنحاول، وانتي كمان هتحاولي. من جوه المصحة كانت أمنية بتحاول تتنفس للمرة الأولى بعد سنين من الخنقة. اتعلمت هناك إن الصمت أوقات بيكون أمان، وإن الناس اللي جوه الجدران البيضة يمكن أصدق من اللي براها. لكن لما خرجت الدنيا استنتها بنفس القسوة، بنفس العيون اللي بتقيس الجمال بالملامح، وبنفس الأصوات اللي بتسأل: هو فين العريس؟ بس المرة دي كان في حاجة مختلفة جواها. في حتة صغيرة جدا بدأت تصحى، حتة مش عايزة تموت ومش عايزة تهرب، حتة عايزة تشوف نفسها للمرة الأولى. النهاردة مش هنتكلم عن الوجع ولا عن الماضي. النهاردة هنسمع عن أول مرة أمنية بصت في المراية وقالت: ده وشي الحقيقي. أهلاً يا أمنية، شكلك أحسن النهاردة. مش عارفة يا دكتور، يمكن شوية، أو يمكن اتعلمت أبطل استنى حاجة. يعني بقيتي أهدى؟ مش أهدى، بس بقيت فاهمة إن مهاب ما كانش المشكلة. أنا كنت فاكرة إن أي حد ممكن يملالي الفراغ اللي جواه بابا، بس محدش يقدر. تحبي تحكيلي أكتر؟ أنا كنت بحب بابا جداً، كان أول حد في حياتي شافني جميلة. ولما مات فضلت أدور على النظرة دي في كل وش قابلته، بس محدش كان شايفني غير كجسد. ولما مهاب اختفى حسيتي إنك فقدتي آخر فرصة للحب؟ بس دلوقتي فهمت إن اللي كنت بدور عليه مش راجل، كنت بدور على نظرة قبول، حد يقولي إن مناخيري مش مشكلة، وإن ضحكتي حلوة حتى لو مش كاملة. طب بتحسي دلوقتي إنك بدأتي تتقبلي نفسك؟ لسه مش قوي، بس النهاردة وأنا جاية بصيت في المراية، ما كنتش عايزة أهرب لمنها زي كل مرة. قلت لنفسي: ده وشي الحقيقي. وده أهم خطوة. مش لازم تحبي شكلك فوراً، بس المهم تبطلي تكرهي. عارف يا دكتور، أنا طول عمري فاكرة إن شكلي هو مشكلتي، بس اكتشفت إن مشكلتي إني ما كنتش شايفة نفسي أصلاً. كنت مستنية الناس تشوفني الأول. وده اتغير؟ بحاول. المرة الجاية يمكن أخرج من البيت من غير ما أخاف من نظرات الناس، يمكن أضحك في وش البنت اللي بتعدي جنبي من غير ما أقارن نفسي بيها. عارفة، الجمال عمره ما كان في الملامح، هو في السلام اللي جوه الوش. ولما توصلي للسلام ده الناس كلها هتشوفه. يمكن أول حد يشوفه هو أنا. وده كفاية جدا كبداية.
يمكن كلنا جوانا أمنية صغيرة بتحاول تتقبل شكلها وتسامح نفسها وتصدق إنها تستحق الحب. الموضوع مش في الملامح ولا في الناس اللي بتشوفنا أو ترفضنا، الموضوع دايماً فينا إحنا، في اللحظة اللي بنبص فيها في المراية ونقرر نحب نفسنا حتى لو الدنيا كلها مش شايفانا. لو الحكاية لمستك اشترك في القناة عشان تسمع قصص تانية زي دي، قصص عننا كلنا وعن الوجوه اللي مستخبية جوانا.